عايزك ترجع معايا كده لموسم 2022. نوتنجهام فورست كان لسه صاعد للدوري الانجليزي بعد غياب طويل طبعا، وكان بيحاول يبني فريق علشان يقدر ينافس على الدوري وما يهبطش. في الوقت ده عمر مرموش اللي كان بيلعب في فولسبورج الالماني ظهر على رادار نوتنجهام فورست على حسب تقارير من موقع كيكر الالماني. نوتنجهام فورست كانوا مهتمين بعمر مرموش اللي كان عنده 23 سنه وقتها، وسجل 3 اهداف وصنع 5 اهداف في الدوري الالماني مع شوتجارد على سبيل الاعاره. عمر مرموش كان لعيب ذكي ومهاري وسريع، واللي كان مخلي نوتنجهام يشوف ان الصفقه دي مميزه انه كان بيلعب في اكتر من مركز هجومي. وكان في حاجه مهمه ساعتها ان عقده مع فولسبورج كان فاضل فيه سنه ويخلص، يعني كان ممكن ياخدوه بسعر معقول مش سعر مبالغ فيه. تخيل ان عمر مرموش كان هيروح نوتنجهام فورست تحت قياده ستيف كوبر اللي ساعتها كان كل املهم في الدنيا ان هم يفضلوا في الدوري الانجليزي وما يهبطوش، عكس نونو سانتو لما راح وكانوا ممكن يتاهلوا لمركز اوروبي، بس في الاخر ما حصلتش. طيب الصفقة دي ما حصلتش ليه؟ علشان عمر مرموش كان عنده طموح ان هو يكمل في الدوري الالماني ويعمل حاجة اكبر، يمكن يجيله نادي اكبر من نوتنجهام فورست، وفي نفس الوقت فولسبورج كانوا عايزين يمددوا العقد بتاعه ويجددوا معاه. مرموش بدل ما يروح نوتنجهام فورست راح لفرانكفورت في 2023، ومن هنا القصة ابتدت. في فرانكفورت عمر مرموش في موسم 2024-2025 سجل 15 جون وبقى تاني الهدافين للدوري الألماني تحت هاري كين، وده خلى كل الأندية تبص عليه وتركز معاه أكتر. في الوقت ده أندية زي ليفربول وتوتنهام وأرسنال ابتدوا يركزوا معاه، وحتى فريق زي مانشستر يونايتد كان بيسأل على سعره وكان بيتفاوض معاه، بس اللي قدر يخطف الصفقة في الآخر هو مانشستر سيتي زي ما كلنا عارفين. مرموش انتقل للسيتي في 2025، وجوارديولا طلع وصرح ان اللاعب ده اضافه مهمه جدا للفريق وهيضيف لهم في الثلث الهجومي الاخير. وجوارديولا كان ليه كذا تصريح على مرموش من بعد ما جه السيتي ان هو لعيب غير كل الصفقات اللي اتعاقدوا معاها وان هو يضيف لهم فعلا. تخيل لو عمر مرموش كان راح نوتنجهام فورست، كان هيبقى لاعب مهم لكن في فريق بيحارب على البقاء في الدوري، مش فريق بيكسب كل البطولات زي مانشستر سيتي، والقرار ده غير حياته 180 درجه. طيب خلينا نفكر كده شويه، لو مرموش كان قبل فعلا عرض نوتنجهام فورست ده وراح لهم ولعب معاهم فعلا، ايه اللي كان ممكن يحصل؟ نوتنجهام فورست ساعتها كان لسه صاعد للدوري الانجليزي وبيحاول يثبت نفسه ويجيب صفقات تخليه يكمل في الدوري زي تي عوني وجيسي لينجارد. فمرموش لو كان راح معاهم كان هيبقى عليه ضغط كبير جدا انه عاوز يثبت نفسه، وفي كل هجمه وفي كل ماتش لازم يعمل اللي عليه وزياده، عكس مع السيتي. ثانيا بقى وده الاهم، طريقه لعب نوتنجهام فورست دفاعيه جدا وبتعتمد على المرتدات، والطريقه دي ما كانتش هتناسب عمر مرموش، لان عمر مرموش لعيب سريع ومهاري وبيحب يتحرك ما بين المساحات، فكان ممكن يبقى نجم في نوتنجهام فورست، بس طبعا مش زي ما هيكون في السيتي. ولو افترضنا انه راح هناك وبقى نجم برضه في نوتنجهام فورست هيلفت نظر الانديه، بس مش زي السيتي، يعني ممكن ينتقل لحاجه اعلى من نوتنجهام فورست واقل من السيتي برضه في نفس الوقت، اللي هي انديه منتصف الجدول. دلوقتي عمر مرموش بيلعب في مانشستر سيتي، يعني بيلعب مع نجوم زي هالاند وفودن وتحت قيادة جوارديولا أفضل مدرب في العالم. السيتي بيمنح مرموش فرصة إنه ينافس على البريمير ليج، دوري أبطال أوروبا، وأي بطولة السيتي بيبقى مرشح يكسبها. المستوى ده بقى مختلف عن مستوى نوتنجهام فورست اللي هم كانوا ممكن يصعدوا السنة دي لبطولة أوروبية لكنهم ما صعدوش لأي بطولة أوروبية. قصة عمر مرموش بتثبت لنا إن قرار واحد ممكن يغير حياتك كلها 180 درجة. بدل ما يروح نوتنجهام فورست ويبقى بيحارب عشان البقاء، بقى بيلعب في أقوى فريق في الدوري الإنجليزي وبينافس على كل البطولات. نوتنجهام كان ممكن تكون خطوة كويسة، بس السيتي هي اللي هتخليه نجم. عايز أعرف بقى رأيكم في الكومنتات، شايفين عمر مرموش الفترة اللي جاية هيتألق مع السيتي وهينافس في الموسم الجديد على هداف الدوري، ولا ممكن ينتقل من السيتي يروح لفرقة أقل، أو ممكن يروح فرقة زي ريال مدريد أو برشلونة؟ عايزكم تقولوا لي في الكومنتات. ما تنسوش تسيبوا رأيكم في الكومنتات، يمكن ناخد رأيكم ده ونعمل منه حلقة جديدة. كان معاكم إبراهيم من برنامج نلعبها صايمة، وما تنساش إن الكرة مش أكل، بس إحنا جعانين كورة.